من الشرع حتى صار كل الله شرعا، أصبح الدين هوى غلبا وميلا لنزعا، وشباب جعل التشريع ما وافق طبعا، ضاربا بين حلال الله والتحريم قرعا، مسكا قد حرقوا أصل التصاريح وفرعا، إذ يسمون الزنا بالبكر للتضليل متعة، ويقودون العزا كي يكسبوا في الناس سمعة، ولحاهم كذب فهي لهتك العرض. يوسف من رخصتك جند الفارق، من رخصتك يا أستاذ يوسف، أسألك سؤال بس أريد إجابات سريعة أنا وياك، لأنه أريد أقوم نصلي صلاة المغرب. ما حكم من يقول أن القرآن محرف؟ إحنا أهل السنة والجماعة نقول الذي يقول القرآن محرف فهو كافر زنديق. فرجاء جاوبني بدون شرح بدون هاي، مثل ما أنا جاوبتك. تفضل يلا يا بطل، اخذ المايك وجاوبني. ما حكم من يقول أن القرآن محرف؟ يلا يا بطل. يمكن كافر أو يمكن قاعد يعني يطلع كلام من عنده هيك، يعني طلع كلام. لا أستاذ يوسف رجاء لا تضيع وقتي، أريد أقوم أصلي ما عندي وقت. أنا أقول لك هسه الآن أنت لو تسألني ما حكم من يقول أن القرآن محرف، أقول لك رأسا كافر. فأنت جاوبني كافر أو غير كافر، لا تشرح لي. تفضل اخذ المايك. ما حكم من يقول أن القرآن محرف؟ كون شجاع مثل ما أنا هسه نطيت رأيي، أنت كون شجاع قول لي كافر أو غير كافر. فري مايك. كافر. ممتاز أشكرك. الشيخ نعمة الله الجزائري يقول أن القرآن محرف، ما حكم نعمة الله الجزائري عندك؟ تفضل، أريد جواب سريع بلا هذا بلا شرح. تفضل. زين وش الدليل انه يقول ان القرآن محرف؟ والله شيء اي مقالات من مقاله في اي كتاب، وممكن تسمعني التسجيل وممكن. لا أنا ما سمعك التسجيل، أنا أنطيك المصدر. شنو أسمعك التسجيل؟ عندك كتاب عظيم اسمه الأنوار النعمانية، يقول الشيعة أطبقوا واتفقوا على أنه القرآن محرف إلا 4 اللي هم المرتضى والصدوق والمفيد، عنده قولين بهذا الموضوع. هسه الآن أنا أجيب لك عليك، يعني أنا أضمن لك أنه راح أجيب لك، بس أعطيني الحكم لا تدخلني بسوالف. ما حكم نعمة الله الجزائري الذي يقول أن القرآن محرف؟ انطيني حكمك حتى أعطيك المصدر والرواية. يلا. كافر هم يعني على كيفهم، هم بالدين، هم المعممين، هم اللي أخبر. أبو العناد يكفي أستاذ يوسف. أشكرك جدا والله، أنت سبع والله، أنا أشكرك أبو العناد.